السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا جدع في قصة جديدة كالعادة. قصة النهاردة غريبة شوية او غريبة حبتين، فلو انت اول مرة تشوفني يا ريت تنزل تعمل لايك دلوقتي حالا وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وتكتب لنا كومنت جميل زيك. يا ريت يا جماعة بس تهتموا بحوار اللايك والكومنت والاشتراك علشان والله العظيم بيحمسني ان انا انزل اكتر او اشتغل اصلا. طبعا المشاهدات نازلة في الدرك الاسفل مش عارف في ايه، بس ربنا يعوض يعني وباذن الله نكبر اكتر. طبعا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنساش تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واسيبكم مع القصة. من فترة مش طويلة يا جدع لقيت بوست على الفيسبوك مكتوب فيه انا شفت الموت بعيني. من كام يوم كنت راكب عربية تبع واحدة من الشركات المشهورة، والكابتن تقريبا كان في مشكلة معاه مع خطيبته او مراته. المهم كان بيتخانق معاها في التليفون وتقريبا كده قفل السكة في وشه، فقرر انه يكمل معاها الخناقة في الشات على الواتساب. واللحظة كده نسي ان هو كان سايق اصلا، فما ركزش مع الطريق، وكانت النتيجة ان العربية اتقلبت بينا احنا الاتنين فوق ال10 قلبات. ولولا ستر ربنا ودعوات الناس اللي بتحبني ما كنتش هطلع منها سليم. دعواتكم ليا انا في حالة صحية مش كويسة خالص. ده يا جدع كان البوست اللي كان كاتبه مازن زميلي في الشغل. هو فعلا بقاله كام يوم ما جاش الشغل، بس انا كنت متخيل ان هو عنده ظروف او اي حاجه يعني، ما كنتش اعرف ان هو غايب لانه بيمر بظروف صحيه صعبه بعد حادث بالشكل ده اصلا. وبصراحه كمان انا كان عندي ظرف كده وبقالي كام يوم ولا جيت ولا فتحت نت حتى، فاتفاجئت دلوقتي زيكم بالظبط. مدام سناء كانت قاعده على المكتب اللي قدامي بتتكلم في التليفون مع اختها وفاء، وبتناقشوا مناقشه مهمه جدا بدات بسعر الباميه، بعد كده دخلت في اعراض بني ادمين تقريبا. ناديت عليها بصوت واطي، بصيت لي بدقيق كانت حاطه الموبايل في الطرحه وكانت بتقور محشي في نفس الوقت. قالت لي عايز ايه؟ قلت لها هو مازن عمل حادثه. بصيت له وهي بتقول في التليفون مستني كده لما اشوف البني ادم ده عايز ايه هو كمان. خدت نفس عميق وهي بتقول انت لسه فاكر؟ ما كلنا رحنا زرناه، انت بس اللي كنت غايب. ورجعت تاني تتكلم في التليفون. سالتها طيب انا عايز ازوره بس ما اعرفش العنوان فين. ردت بشكل مبهم 13 ب شارع الاشراف الدور السادس شقه 25. ما كنتش عارف هي بتكلمني انا ولا بتكلم مدام وفاء، بس بصراحه ما كنتش ناوي اسال تاني، فقررت اروح اتصل بمازن عشان ازوره بعد الشغل. واول ما اتصلت عليه هو رد من اول رن، كان صوته مليان تعب والم. قال لي لسه فاكرني؟ قلت له كان عندي ظرف صعب جدا ولسه عارف حاله. قال لي ولا يهمك يا عم، كان الله في العون. سالته وقلت له وقتك يسمح هعدي عليك النهارده بعد الشغل اطمن عليك؟ قال لي تنور يا صاحبي في اي وقت، البيت بيتك، انت عارف العنوان. في اللحظه دي مدام سناء صرخت فجاه، الصوت مش عارفه اتكلم. طبعا يعني احتراما ليها ومش لاي سبب تاني قفلت المكالمه على طول في وش مازن وقررت ابقى اشرح له لما اشوفه. زي ما قلت لكم ده احتراما ليها يعني مش لاي حاجه تانيه. وصلت شارع الاشراف الساعه 6 تقريبا بعد ميعاد الشغل بتاعي بساعه يا دوب مسافه السكه. كان شارع هادي في منطقه سكنيه راقيه، عمارات جديدة أغلبها لسه فاضي، وهدوء الواحد مفتقده جدا في حياته. مدام وباء قصدي مدام سناء قالت لي إن هو في عمارة 25 13 ب. دورت شوية لحد ما وصلت قدام العمارة، كان باين عليها إن هي لسه فاضية، يمكن شقة أو اتنين بس اللي ساكنين. عرفت منين بقى؟ من الهدوم المنشورة في البلكونات. طلعت العمارة، مدخلها كان واسع جدا، رخام في رخام، وليها سلمين، واحد يمين واحد شمال. فقلت في نفسي طب وبعدين الحيرة دي؟ طب وبعدين بقى اطلع يمين ولا شمال؟ طلعت الموبايل واتصلت بمازن بس تليفونه كان مقفول. حاولت تاني وتالت ورابع بس مفيش اي امل. وقفت في مكاني ومش عارف اعمل ايه. فجأة سمعت صوت من وراه بيقول طالع لمين يا بيه؟ بصيت ورايا وكان راجل اسمر ضخم لابس جلابيه بيض، كان باين ان هو البواب من ساعه ما ظهر. قلت له الدور السادس شقه 25 عند الاستاذ. قاطعني مره واحده وقال لي ايوه ادخل شمال يا بيه، الاسانسير مش شغال. بصيت على السلم الشمال ولما بصيت ورايا تاني ما كانش له اي اثر، اختفى فجاه زي ما ظهر فجاه. كان غريب جدا اصلا. دخلت الشمال زي ما قال لي، السلم كان ضلمه جدا رغم يعني ان الليل لسه ما نزلش. فتحت كشاف الموبايل وطلعت السلم، وانا في الدور التالت كده حسيت بزهق، ففتحت الفيسبوك وقعدت اقلب فيه شويه اهو يعني يساليني لحد ما اوصل. ولما وصلت للدور الخامس شفتها بنت صغيره عامله ضفيرتين قاعده بتلعب بعروسه صغيره على السلم الضلمه. كانت قاعده في اول السلم فوق وانا في اخر السلم تحت. فوقفت في مكاني لقيتها بترفع عينيها من على العروسه ببطء قبل ما تسالني عايز تلعب معايا. حسيت ان ريقي نشف فجاه، ما كانش فيه نور غير كشاف الموبايل بتاعي، وده كان مخلي السلم مرعب اكتر. كنت حاسس ان في حاجه عماله تتحرك في الظلام ده. حاولت ابتسم وانا بقول لها لا شكرا يا حبيبتي. عمو مازن ساكن في الدور اللي فوق. مالت براسها ناحيه اليمين وابتسامتها بتوسع. قالت لي لا ساكن في الدور ده، تعالى معايا هوريك. الدور ده؟ هي مش مدام جفاء قصدي مدام سناء. قالت السادس. ما برضه انا كنت بلعب في الموبايل ما كنتش مركز اصلا، يجوز ده السادس. قالت لي تعالى ورايا. لقيتها بتميل براسها اكتر وبتقول لي خايف؟ مش عارف ليه بس انا كنت خايف. قلت لها لا اخاف من ايه يعني؟ صوتها اتغير وهي بتقول تعالى يا ديابلو. هي عرفت اسمي منين؟ مدت ايديها ناحيتي من غير ما تقوم من على السلم. لقيت نفسي بطلع بشكل لا ارادي تقريبا، ووصلت عندها. كنت واقف قدامها حاطط العروسه بتاعتها في ايدي وهي بتقول امسك دي. كانت العروسه بارب عاديه. مسكت ايدي ومشيت بيا لحد باب شقه. الباب كان موارب والدور كله كان ضلمه. سابت ايدي وقالت لي ادخل.
قلت لها طيب ادخلي انت الاول عشان لو حد يعني مش عامل حساب ولا حاجه. لقيت صوتها اتغير تاني، كان صوت مرعب مش طبيعي. قالت لي بقول لك ادخل. في اللحظه دي اللي خلصت كلام فيها حصل 3 حاجات في نفس الوقت. سابت ايدي فحسيت بحراره مش طبيعيه بترعش في جسمي كله، والباب اتفتح وشميت ريحه شياط مش طبيعيه، والموبايل بتاعي وقع من ايدي، والضلمه سيطرت على كل حاجه. كل حاجه حصلت في وقت واحد. وطيت على الارض وفضلت حاسس بايدي ادور على الموبايل. فضلت ادور، فجأة حسيت بإيد سخنة مولعة نار بتمسك إيدي. جسمي كله بدأ يترعش ويتنفض، مش عارف من الخوف ولا من درجة الحرارة العالية دي. بس قبل ما أسحب إيدي منها شدت إيدي وحطيتها على الموبايل. مسكت الموبايل وفتحته، فتحت الكشاف تاني، نورته جوه الباب. لقيت الشقة كانت محروقة، السخام الأسود مغطى الحيطان والسقف، العفش عبارة عن خشب أسود، الأرض كانت مليانة خطوات أقدام. حركت الكشاف يمين وشمال، بس كل ما النور كان بيقع على حاجه كان قلبي بيتقبض اكتر. لفيت وشي عشان امشي، بس كانت واقفه ورايا مستنياني، لسه مميله براسها وبتبتسم ابتسامتها المخيفه دي. سالتني رايح فين؟ قلت لها وصوتي بيترعش من الخوف انا نازل. صوتها اتغير للمره الثالثه، رجع تاني للصوت المرعب وقالت لي مفيش نزول. شاورت بايديها تاني، لقيتها رفعت ايديها لفوق ولقيت النار مسكت في كل حاجه حواليا. النار كانت عاليه جدا، صوت فرقعه النار كان مرعب، حرارتها مش طبيعيه، الدخان ملا المكان. عينيا كانت بتحرقني وصدري كان بيوجعني جدا من كتر الدخان، ما كنتش قادر اخد نفسي. ومن بين النار ظهرت، كانت ماشية وسط النار وكأنها مش حاسة بحاجة، ابتسامتها مش بتختفي من على وشها. سألتها ليه؟ لقيتها قربت مني فجأة ومسكت ايدي، حسيت بنار بتاكل جسمي كله. بصيت على ايدي شفت جلدي كان احمر دم، لقيت ايدي تحس انها ملسوعة، كنت سامع صوت قلبي وهو بيدق من الخوف. بصت في عينيا ساعتها حسيت ان كل حاجة حواليا بتقف، حتى قلبي وقف. قالت لي انت اللي جيت واللي جاي لقضاه. قلت لها بس انا كنت جاي لمازن. قالت لي لا ده جاي لقضاك. شديت ايدي من ايديها، حاولت اجري ناحيه باب البيت بس النار عليت قدامي. بصيت ورايا فقالت لي محدش بيهرب من قضاه. كان لازم انا اتصرف. اتلفت حواليا يمين وشمال، شفت شباك النار كانت واكله الشيش بتاعه، مش هيتحمل خبطه مني. بس احنا في الدور الخامس، يعني فرصه اني اعيش لو نطيت من هنا شبه معدومه. بس النار كانت عاليه جدا والدخان بدا يملى صدري، ما كنتش قادر افتح عينيا ولا حتى كنت قادر اتنفس. وبدات اسمع صوت ضحكه في كل مكان.